السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا منى عبد العزيز ودي قناتي. لو أول مرة تشوفوها انزلوا تحت الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم إشعارات بوصفات الجديدة. النهاردة هنعمل مع بعض أحلى سينابون رول بالطريقة الأصلية، سهل وبسيط، هش وأطرى من الجاهز. مش هياخد معاكم وقت ولا تحضير، عجينة سهلة وبسيطة ومكونات كلها من البيت. وهنعمل مع بعض الصوصات. معايا 3 معالق سكر، معلقة خميرة، معلقة بيكنج باودر، 3 معالق لبن بودر، 3 حبات من البيض، 4 معالق زبدة، معايا معلقة خل، معايا كوب حليب، معايا نص كوباية مية دافية. هنزل ب3 معالق سكر ومعلقة الخميرة على المية الدافية وادوبهم واركنهم لحد ما الخليط يتفاعل معايا. كده انا بختبر الخميرة. معايا كيلو من الدقيق، عليه اللبن البودر 3 معالق، معلقة صغيرة بيكنج باودر، 4 معالق زبدة اللي هو 100 جرام، معلقة خل، معايا 3 بيضات حط عليهم معلقة خل ورشة فانيليا، بحط رشة ملح، بحط خليط الخميرة، ومعايا نص كوباية حليب لحد ما اشوف العجينة هتحتاج ولا لا. انا كده في العجان حسيت ان العجينة هتحتاج معايا بقية الحليب، هنزل بيه، والعجينة هتاخد معايا 5 دقايق عجن. العجينة بتكون طرية ومش بتلزق. كده خلاص شفت العجينة طرية ازاي ومش بتلزق في ايدي. بغطي العجينة لحد ما تختمر معايا، وبعد كده هعمل صوص الكراميل. معايا كوباية كبيرة سكر، بنزل فيهم في الطاسة وما بقلبهوش خالص عشان ما يكرملش معايا، ما يسكرش معايا. اول ما الكراميل ياخد معايا لون بسيط بقلبه، بنزل عليه بمعلقة زبدة، وبنزل معايا بكوباية حليب. بكون في الخطوة دي موطية النار. بنزل برشة ملح، ما اقلقش لما الخليط معايا يتكتل كده. انا حسيت ان الخليط خفيف، بنزل بمعلقة نشا بدوبها وبنزل عليه. بعد كده عشان التكتلات دي هضربه في الهاند بلندر زي ما انتوا شايفين معايا الخليط اهو. هسيبه في التلاجة هيتقل تاني. يلا بينا بقى نعمل صوص الجبنة. معايا كوباية حليب بودر، كوباية سكر بودر، نص معلقة نص مية سخنة، نص كوباية مية سخنة، معلقة زبدة، كوباية حليب، نص كوباية كريم شانتيه، معايا جبنة ومعايا قشطة وفانيليا. هنعمل مع بعض بقى الحليب المكثف الأول. معايا كوباية لبن بودر، كوباية سكر بودر، ونص مية سخنة، ومعايا هنا معلقة زبدة بدوبهم مع بعض. لو عندك حليب مكثف هيغني عن الموضوع ده، بنزل برشة فانيليا. لو في حليب مكثف جاهز بنزل بكوباية كبيرة وخلاص. أنا كده بعمل حليب مكثف. قلنا مع بعض كوباية سكر بودر، كوباية حليب بودر، رشة فانيليا، معلقة زبدة، ونص كوباية مية سخنة بدوبهم، وبنزل بكوباية الحليب، بنزل بنص كوباية كريم شانتيه، ومعايا 4 معالق قشطة و4 معالق جبنة. خلاص هضربهم في العجان لحد ما تشوفوا خلاص صوص الجبنة هو معايا زي ما انتوا شايفينه. بصوا قوامه عامل ازاي، قوامه تحفة، هيعجبكم جدا جدا. ده احلى صوص جبنة هتجربوه. خلاص العجينة اختمرت زي ما انتوا شايفين. باخد نص العجينة معايا، ارش رشة دقيق، بفرد العجينة بقى معايا زي ما انتوا شايفين كده، بسوي الزيادات بالسكينة. بجيب معايا الخليط بتاعها 3 معالق سكر، معلقتين قرفة، معلقتين كاكاو. بدوبهم مع بعض، وبجيب معايا معلقة زبدة اسيحها وادهن بيها العجينة عشان اقدر لما ارش خليط القرفة بالكاكاو بالسكر تلزق على العجينة على طول. خلاص معايا كده زي ما انتوا شايفين برشه كده
فوق الزبدة عشان يمسك معايا على طول في العجينة. بجيب نقطة مية على طرف العجينة وبهصها عشان تقدر ايه، بدهنها كده معايا عشان اقدر امسك العجينة في بعضها. بلف العجينة كويس جدا وبقفلها، اهم حاجة اقفلها كويس قوي. بحط بص 3 صوابع، بمقدار 3 صوابع وبقطع. انا حاطه ايدي اهي عشان تشوفوها. باجي بقى في الصينية اسيب العجينة تقعد معايا ربع ساعة تختمر تاني، قوامها هيتضاعف معايا، وابدأ احطها في الفرن. طبعا الفرن معايا سخن دلوقتي. العجينة التانية بفرد العجينة معاكم للمرة التانية. بصوا سمك العجينة وبدهنها بالزبدة. سمك بيكون وسط، لا خفيف قوي ولا تقيل قوي، وتلف كويس. تحطي بقى الخليط معايا، السكر بالقرفة بالكاكاو، وبلف العجينة كويس قوي، بقفلها كويس جدا. تمام. بلفها تاني واظبطها معايا مقدار 3 صوابع وبقفل. الحتت الصغيرة اللي في الأطراف دي ما تقلقوش، هنعملها معانا فتة سينابل. بحطها في الصينية تقعد معايا مقدار ربع ساعة لحد ما تختمر مرة تانية وتضاعف حجمها. وبحطها في الفرن درجة حرارة 200. انا متعمدة اعمل الصغيرة دي عشان تبقى فتة سينابل. بصوا السينابل طلع معايا من الفرن. بصوا العجينة ما شاء الله عاملة ازاي، تلاقيه طري جدا وهش جدا، ما شاء الله تحفة. شفتوا العجينة احلى من اي سينابل هتجيبوه جاهز من بره. تقدري تعملي ده مشروع جدا حلو قوي. معايا صوصات، شوفوا الصوص الشوكولاتة. كوباية شوكولاتة بتحطي عليها ربع كوباية مية سخنة وتحطيها في الميكرويف او تعمليها على حمام مائي. تمام. معايا صوص الجبنة، بنزل بيه بقى على السينابل ده. كده كان طالع معايا اوردر، بحطه في العلب. هتعملي مشروع هيبقى تحفة تحفة قوي معاكي. سهل جدا وسريع، مكوناته كلها من البيت. وصوص الجبنة انا عملته معاكم، وصوص الكراميل وصوص الشوكولاتة. هنا معايا بقى ديت فتة السينابل، بصراحة احلى من الجاهز بكتير قوي. هنا حطيت شوية من الصوص الجبنة في الطبق، وبعدين نزلت في فتة السينابل، وبعدين بغطيها تاني بصوص الجبنة، وزينها بصوص الكراميل، وفوقيها بقى صوص الشوكولاتة. جربوا بقى الطريقة دي وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. كده خلاص وصفتنا اليوم النهاردة خلصت. أشوفكم إن شاء الله بإذن الله في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.